ورجعنا لكم بعد الفاصل. عندي رسالة بتقول: أنا نيرة، أنا حبيت قوي، حبيت زميلي في الشغل. هو أرمل، مش متجوز، بس مش هي دي المشكلة. المشكلة إن إحنا مش من نفس الدين. أنا بحبه من 5 سنين، ما شفتش حد في أخلاقه ولا في رجولته. هو كمان حبني وحسسني إن أنا ست الستات، لا في ست في جمالي ولا ست في أنوثتي ولا نفسه في ست في الدنيا كلها إلا أنا. حاولت أنساه صدقيني، حاولت، بس ما عرفتش، لدرجة إني سبت الشغل فترة ومقدرتش ورجعت تاني. هو كمان بيحبني، كل تصرفاته بتقول كده، بس مش قادرين نلاقي حل. نعمل إيه؟ ده اختبار من ربنا. ربنا أوقات بيمتحن إيماننا، وده امتحان للإيمان. اللي يضحي بدينه علشان قصة زواج، هو يضحي بالزواج علشان حاجات أسهل بكتير. انتي ما وضحتليش دينك ايه ولا هو دينه ايه، فالموضوع مانيش قادرة أتكلم فيه، لأن طبعا ده بيختلف، لأن في تركيبة ممكن يصلح الزواج فيها وتركيبة لا يصلح الزواج فيها. لكن في الحالتين انتوا هتدخلوا في مشاكل كتير قوي. أنا معرفش المستوى التفهم الثقافي والديني عندكم ايه في العائلات عشان ده يحصل. الحب تعود، انتي متعودة عليه، ولو كان نصيبك كان ربنا بعتهولك في صورة إنسان تاني من دينك. انتي في اختبار من ربنا، يا ريت تنجحي في الاختبار، لأن البديل آخره الفشل. معانا رسالة مكتوبة تانية بتقول: أنا هدير، بحب جاري من زمان، هو كمان بيحبني، سافر من 3 سنين ومنزلش مصر ولا مرة. آخر مرة قال لي إنه اضطر يتجوز هناك واحدة عشان ياخد الجنسية، وإن ده جواز على الورق. أنا ما صدقتش، بس هو حلف لي. كل فترة يقول لي: اصبري أنا راجع، هنتجوز. السنين بتعدي وأنا بيتقدم لي ناس، ولا هو بيجي ولا أنا بتجوز. أعمل إيه؟ بيضحك عليكي يا حبيبتي، تعملي إيه في إيه؟ هو راح يتجوز، هو بيقولك عشان الجنسية ماشي، بس هو جواز طبيعي، ولو مش طبيعي حتى هيتجوزك إزاي؟ وفي الدول الأوروبية ممنوع يبقى فيه زوجة تانية. ولو كان ناوي يتجوزك ما كان رجع سنين وما رجعش. انتي مستنية ايه؟ هو مش بيحبك، هو مش بيحبك. الجنسية عنده أهم، الرزق والشغل عنده أهم. ده حب مستحيل. كمان عندي مشكلة بتقولي إن هم يعتبروا من نسايب، عيلتين نسايب يعني، وهي بالفعل اتخطبت لابنهم، وهم متوافقين في كل شيء وفي نفس المستوى الاجتماعي. وكان بالفعل بعد 3 سنين خطوبة، ومش خطوبة بس، خطوبة بحب، قرروا إنهم إن شاء الله هيتجوزوا كمان شهر. للأسف الشديد بدون أي سابق إنذار حصلت مشادة بين حد من عيلتنا وحد من عيلتهم، انتهت بإن بقى فيه طار بين العيلتين. أول كلمة اتقالت: مش هتتجوزيه. وأول كلمة اتقالت بس له انساها خالص. أنا وهو بنحب بعض جدا، انتي مش حاسة بيا
انتي مش عارفة قد ايه صعب ان بعد 3 سنين حب واحلام وجبت فستان الفرح وبيتي اتفرش، والنهارده يقولوا لي ده طار وجوازكم مستحيل. اهرب، اتجوز، اترهبن وما اتجوزش، اعمل ايه؟ بصي، طبعا انت وهو اتظلمتوا مما لا شك فيه. انا فاهمه الطار كويس قوي، وفاهمه الاوضاع بتبقى ماشيه ازاي ما بين العائلات، وفاهمه الوضع اللي انت فيه قوي. موضوع انك تهربي معاه وانت عارفه كويس قوي المجتمع اللي انت فيه ده، انت كده يعني اقول ايه، جبتي العار لاهلك. الحاجه التانيه، هو كمان صعيدي، هتبيعي اهلك وتهربي معاه؟ تفتكري هو هيحترم حاجه زي كده؟ صدقيني لا. وقدام لو جبتي بنت هيتكسف يحكي لها حكايه امها. لا البنت تعمل زيك، تسيبه برضه وتروح تتجوز بره. كونك تبقي بنت من غير اهل وبطولك كده، دي مغامره كبيره قوي قوي. ربنا ما كتبش، ده نصيب. الجواز ده مستحيل الا اذا حصل برضه المستحيل وحصل اتفاق في موضوع الطار. مش ان حد طبعا قتل حد، يعني الصلح المعتاد بتسليم الكفن بس، الى ان يحدث ده حقيقي لا يمكن يبقى فيه جواز. وما بنصحكيش تستني، لان الموضوع ما اعتقدش ان هو هيخلص بين يوم وليله. النصيب بتاع ربنا، هو مش من نصيبك. معايا كمان رساله هي يعني قاسيه شويه، وربنا يعني يساعد صاحبتها. بتقول إن أنا عندي 24 سنة، بحب زميلي وجاري من زمان، من وإحنا عندنا 16 سنة إحنا بنحب بعض، والعائلات عارفة، ومنتظرين لما نتخرج نرتبط ونتجوز. كل حاجة معروفة، فلانة لفلان، إحنا منتظرين نتخرج نشتغل نتجوز. طلبوا منا نعمل اختبارات قبل الزواج. لما رحنا عملناها طلع إن أنا عندي حالة متأخرة في القلب، والحالة دي تمنع مش بس إن أنا أخلف، دي تمنع كمان العلاقة الشرعية بينا، لأن قلبي مش هيستحمل. هو عرف وقال لي إن هو مش عايز مني حاجة، هو عايز بس إن إحنا نكون مع بعض. أنا مش عارفة أعمل إيه. بصي، لو وافقتي على الجوازة دي صدقيني انتوا بتحبوا بعض، مش هتقدروا تبقوا بعاد عن بعض، فانتي كده بتنتحري. انا عارفه انك هتردي عليا وتقولي لي طب ما انا كده ولا كده هموت، وعيشتي لازمتها ايه وانا مكسوره واللي بحبه مش معايا. انا لاول مره احس ان انا مش عارفه اقول رد. بس انا لو هو بيحبك قوي وعاوز يتجوزك ومستعد انه يضحي بالخلفه، اتجوزيه وربنا يسعدك ويسعده. لكن عشان اقولك النهارده
إنه بيحبك الحب ده كله، وعشان أنتِ مريضة لا تتجوزيه ولا هو يتجوز، أنا شايفة إن ده صعب أوي. حبكم مستحيل لكن حاولوا تخلّوه ما يبقاش مستحيل.